السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الجيلي بكيس واحد من الجيلي. هنعمل كمية كبيرة جدا، وكمان هنعمل لونين. من كيس واحد هنعمل لونين وهنعمل طعمين مختلفين. الطريقة دي طريقة تكلفتها قليلة جدا، بس بترمي معاكي كمية كبيرة جدا. يلا نبدأ. أول حاجة أنا كان عندي موز وفراولة، فأنا قطعت أول حاجة الفراولة، حطيت عليها كمية من السكر وركنتها حوالي ربع ساعة لما السكر ساح ونزل صوص كده من الفراولة. هبدأ أوزع الفراولة على كل الأطباق اللي عندي لغاية لما الفراولة تخلص، وبعد كده هنعمل بالطعم التاني. فانا كده جبت كل الاطباق اللي عندي اللي انا هوزع فيها الفراوله. هبدا ان انا اوزع الفراوله على كل الاطباق، وكمان احاول ان انا الصوص اللي نازل من الفراوله احطه برضو، هيدي طعم حلو جدا للجيلي. فهحط في كل طبق كميه، وهحط كمان حبه من الصوص اللي نازل من الفراوله، هيديها طعم حلو جدا وهيعزز من اللون بتاع الجيلي بتاعها كمان. اول حاجه عشان تعملي لونين مختلفين لازم تبدأي بلون يكون فاتح، يعني تستخدمي جيلي يكون لونه فاتح عشان تقدري ان انت تلعبي في اللون بتاعه. والحاجة اللي هتخلي الكمية اللي عندنا تبقى كتير الجيلاتين. هنجيب جيلاتين نباتي من عند اي عطار كويس وهنضيفه للجيلي. اول حاجة عندي كيس جيلي دوت حوالي لتر وربع كده من المية، حطيت عليه كيس جيلي، ده جيلي اناناس، ودوت حوالي معلقتين من معلق الاكل جيلاتين نباتي. يعني كيس جيلي فراولة، اناناس، كيس جيلي مشمش، الحاجات اللي هي لونها فاتح. تمام. هحط عليه معلقتين من الجيلاتين النباتي، وبعد كده هضيف السكر بالكميه اللي انا عايزاها. اللي بيحب الحاجه معسله يزود، اللي بيحب الحاجه مظبوطه في السكر بتاعها يقلل السكر، انتي وكيفك. كده كده هتقلبي لما السكر يدوب وتدوقي. حبيتي تحطي سكر تاني حطي، حبيتي واستكفيتي بالطريقه دي كفايه. يعني السكر كل واحد حسب ما بيحب. اهو انا دقت حسيت ان هو دلع شويه، فهضيف له معلقتين كمان من السكر وهقلبهم. انا هقلب الجيلي كويس شويه، مش هضيفه على الفاكهه وهو لسه سخن قوي كده. انا عايزاه يبقى دافي علشان خاطر ما يخليليش الفاكهه تدبل. تمام. فانا بفضل اقلب فيه كده شويه من السكر اللي انا حطيته له يدوب، وكمان يبدا ان الحراره بتاعته تقل شويه عشان مش عايزه الفراوله بتاعتي. طبعا الفراوله حاجه من الحاجات الحساسه، فمش عايزاها تدبل. تمام. انا هنا كان عدى بتاع ربع ساعه او 10 دقايق كده. وبعدين رحت ضايفاه بقى الايه على الفراوله. هنا الفراوله لونها احمر والجيلي فاتح، لونه هيبقى عامل زي البيش كده شويه. تمام. بعد كده لما هنعمل بالموز هنغير شكل الجيلي بتاعنا، هنغير لونه. وعلى فكرة الطعم بياخد من طعم الفاكهة اللي انت حطاها. وطبعا مش شرط تعملي بفراولة وموز، لا، انت كده كده اللي عندك. يعني تقدري تغيري في الفراولة وعلى حسب ما بتحبي. تقدري تحطي مانجا، تقدري تحطي اي فاكهة اللي عندك، وتقدري تعمليه من غير فاكهة كمان وتغيري في لونه ويبقى عندك لونين. فانا هنا كنت خلصت الكمية بتاعت الفراولة، فانا هبدأ ان انا اغير لون الجيلي بتاعي. هحط له لون احمر غذائي، انا جايباه من عند عطار كبير. حاولي تجيبي اللون يكون فعلا لون غذائي، ما اوعي حد يديكي لون مش كويس. وبعد كده هوت اللي انا هعمله دوت هعمله بالموز. خلي بالكم ان الجيلي مش هيبان اصلا ان هو بالاناناس. هو الجيلي اللي بالفراوله هتلاقي طعم الفراوله هو اللي غالب فيه، والجيلي اللي انت حاطه له موز طعم الموز هو اللي هيبقى ايه باين يعني فيه. هنا عندي الاطباق دي كبيره شويه، هحط في كل طبق موزيه. طبعا انا مش عايزه الفاكهه تبقى ماليه الطبق، يعني الفاكهه بتبقى ايه تلت الطبق كده، والباقي بتحطيه الجيلي بقى. اهو قطعت الموز، تقطعيه برضو بالطريقه اللي تحبيها. وبعد كده هتضيفي الجيلي فوقيه. بصوا بقى اللون الاحمر مع اللون الابيض هيديكي ميكس شكله حلو قوي. وعلى فكره الطعم بيبقى هايل، ما بتقوليش ابدا ان هو بطعم الاناناس. اصلا اللي بيبقى بالفراوله بيبقى طعمه فراوله، واللي بالموز بيبقى طعمه مدي على موز كده شويه.
ومعلقتين الجيلاتين النباتي اللي انت حطيتيهم هيخلوا الجيلي يتماسك بسرعة، ومش هيقعد في التلاجة فترة طويلة على بال لما يتماسك. بصوا الكمية يا جماعة، بصوا اطباق قد ايه، كل ده من كيس جيلي واحد. وكمان كده اهوت انت ضمنتي ان ولادك كلوا الفاكهة. ساعات الولاد بيقولوا بيغضبوا على الفاكهة وياكلوها بالعافية، لا كده الولاد كلهم بيحبوا الجيلي، هياكلوا الفاكهة. واللي بيحب اللي بالموز هياكل، اللي بيحب بالفراولة هياكل، والطعم تحفة. ماشي، ادي كل الكمية دي بكيس جيلي واحد، وبطعمين عندك ولونين مختلفين. يا رب الطريقة دي تكون سهلة عليكم وتكون عجبتكم، وتقدروا ان انتوا تنفذوها، وهتديكم كمية كبيرة والطعم هايل بجد. بصوا قد ايه. يا رب الطريقة تعجبكم، وقابلكم يا حبايبي في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.